بسم الله والابن والروح القدس إلى واحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وتماف إيرين. محاولة إنهاء حياة الشاب أبانوب خادم في الكنيسة أثناء تأدية خدمته في إحدى قرى الصعيد. حقيقي يا رب من تعلق بي أنجيه، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. أبانوب شاب مسيحي تقي وشرب الإيمان مع اللبن اللي رضعه، وحيد أمه وليه أختين. البنتين دول عايشين في مخافة الرب هم كمان، والكل بيخدم في الكنيسة. أبانوب من إحدى قرى الصعيد رشحوا سيدني عشان يخدم في القرى النائي اللي ما فيهاش كنايس. للأسف الشيطان دايما بيتحرك ضد أولاد الله، فقوم عليه أشخاص غير مسيحيين. اتربصوا له ورجبوه لأن خدمته كانت شاملة، مش بس خدمة الكلمة. أبانوب كان بياخد معاه أدوات طبية وفلوس ومؤن وحاجات كتيرة، منها عينيه ومنها مادي. كان على الكاهن إنه يصلي قداس حتى ولو كل 15 يوم أو شهر. أما أبانوب فكان مداوم للعظة والمدارس أحد والافتقاد كل البيوت الفقراء والغلابة والمساكين خلال الشهر كله. كان يعمل جدول يقسم بيه وقته ما بين البلد والأخرى من القرى النائية البعيدة. حد هيقول له هو في لحد دلوقتي قرى نائية وبعيدة وما فيهاش كنايس؟ اقول له كتير قوي 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 ما تعدش. وما دام تطرقنا للنقطة دي كان لازم اقول لكم ان في اماكن انا اعلم جيدا عنه، وفي ناس بتبعت لي ان بيبقى فيه قطعة الارض اللي متبرع بيها مسيحي وبيلموا لها فلوس وتبرعات، لكن عشان تلكيك الجيران الغير مسيحيين مش ما يقدروا يبنوها. ناهيك طبعا عن روتين صغار الموظفين اللي بيعقدوا الامور عشان ما يطلعوش التصريح لاي كنيسة جديدة او حتى لترميمها. ارجع بكم لموضوع أبانوب. برغم انه كان عارف كل الصعوبات اللي هتواجهه، كان عارف ان مجموعة المسيحيين اللي رايح يفتقدهم في القرية النائية دي عددهم قليل قوي 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 قوي، الا انه كان مصر ومصمم انه يخدم اسم السيد المسيح له كل المجد. وزي عادته كان واخد كل المؤن اللي معاه وفلوس وامدادات وحاجات كده بسيطة متبرعة بها الناس لإخوة الرب الغلابي، وكان معاه مبلغ كويس. وراح عشان يزور البيوت المحرومة من الكلمة والمحرومة من الافتقاد. في الطريق كان متربص له 5 شباب غير مسيحيين كانوا مراقبينه من قبل كداتي وعارفين كويس جوا خط سيره ومواعيده اللي هيجي فيه عشان يزوروا الأسر المسيحية ده. والحقيقة حصلت أعجوبة غاية في الغرابة والصعوبة إن أي عقل في الدنيا يقدر يصدقه، بس إحنا بالإيمان أكيد مصدقين وعندنا إيمان إن الله حاضر في كل مكان وزمان. أبانوب كان ماشي في الطريق على رجليه لأن في أماكن ما بتوصلش فيها العربيات وما يقدرش يدخل فيها لحد القرية الجوا. هتقولي لي ليه؟ هقولكم لأن العربية بتركن برا خالص، وفي حاجة اسمها السقالة. السقالة دي عاملة زي كبر صغير خالص خالص، ما يدخلش إلا موتوسيكل، يعني حتى لو توك توك أو توريسيكل ما يقدرش يعدي منه بالرجل بس. فبيضطر أبانوب إنه يمشي المسافة دي على رجليه مش راكب أي حاجة، وده اللي بيدي فرصة لأي حد ناوي إنه يعمل فيه شر إن تبقى الفرصة متاحة قدامه، هيمشي مسافة كبيرة قوي. وده اللي بالفعل حصل. اتربصوا له ال5 شباب دول عشان يلوشوا ويسرقوا كل اللي معاه ويدوه علقة ما يقومش منه. وده لانهم حاسين ان من ساعة ما أبانوب جاي يفتقد القرية اللي فيها مجموعة مسيحيين وهم شافوا نفسهم عليهم وبقوا يتكلموا طلع لهم لسان. مش هنعمم ولكن هنقول فئة منهم مجموعة الأشرار اللي قلوبها غير سوي. فعلا استخبوا ال5 في الزروع واستنوا لحد ما يبقى أبانوب قصادهم عشان يمسكوه ما يقدرش يفلفص منهم. في الوقت ده حصلت أعجوبة قبل ما أصلا أبانوب يوصلهم. اللي حصل هتستغربوا عليه. لما أبانوب وصل لحديهم لقي واحد فيهم مرمي على الأرض وفيه جراحات كتيرة قوي 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 في جسمه وما يشلب دم.
طبعا معاه معدات طبية جايبها معاه للناس الغلابة دي عشان يحطها عند حد فيهم لما اي حد تحصل له حاجة يستخدمها، فبدأ يعالج كل جراحاته ويطيبه ويلسق له بلسق طبي وهو مش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل ان الشخص ديتي اباح له بمعجزة غاية في الغرابة، قال له انا مش من حقي اني اقف استناك عشان انت اللي تعالجني وتداويني بايدك، وانا اللي كنت متربص لك عشان اموتك. ضحك ابنوب وقال له طب تموتني ليه؟ هو انت تعرفني؟ قال له انا ما اعرفكش، بس الموضوع غير كده خالص، انتوا يا نصارى جايين وعايزين تعملوا لكم روح وسطينا، لكن اللي انا شفته بعيني انا وزمايلي خلانا في ذهول. حكى له كالاتي، قال له احنا بنراقبك كل ما بتنزل البلد وبنفضل متربصين لك، لكن في 5 اشخاص بيبقوا محوطينك ماشيين حواليك، اجسامهم ضخمه وكانهم بيلعبوا جيم، اقوياء جدا وشكلهم يخوف، بيخلينا نتراجع. وكل مره نستنى ان الاشخاص دي ما تجيش معاك، الا انه كل مره يبقوا ملازمينك. فاقترحت على اصحابي انه خلاص هنقوم عليهم نسويهم بالارض، احنا ايدينا ملياني ومعانا اللي يحميني، اما هم كانوا ماشيين وايديهم فاضيه. فطبعا اللي معاه كل ادواته اللي يقدر يستخدمها غير اللي ماشي سلة مليطي وايديه فاضيه. لكن اصحابي شافوا ان شكلهم مهيب واجسامهم ضخمه ومش يقدروا عليهم حتى لو متسلحين. ومعرفش ايه اللي خلاني ما نفكرش ابدا بان نصيدك من بعيد، ما فكرناش في جدتي ليه انا ما اعرفش، ولا فكرناش حتى ان احنا نعمل جدتي مع الناس اللي ماشيين معاك. وكمل وقال له بدون ارادتي وبدون رغبتي وما كنتش عايزه اقول كدي، لقيت نفسي بشتم في كل اصحابي، يلي ما فيكمش راجل يا جبني يا وقعدت اقول كلام انا مش عارف كان طالع مني ليهم ازاي. الكلام ده وكانه انا مش اللي ما اقوله، كانه حد بيتكلموا على لساني ويرغمني اني اقوله. بصيت لقيت وشوشهم اتغيرت عليا وادوني من المتنقي يا خيار، سففوني الارض وسابوني بين حي وميت. انت السبب اللي وقعتنا في بعض، انت السبب اللي خلتني انا واصحابي نقوم على بعض ونضرب بعض، انت السبب، انت اساس البلاوي، ما تجيش بلدنا تاني. الكلام وقع على مسامع ابنوب ولا كأنه ساحر. ازاي انت بتقول الكلام ده انا ما محدش ما يجي معاي لا رايح ولا جاي، لا حد بيشيل حاجه لا عفي ولا بطلان، انا ما حدش ما يجي معايا اصلا. الكلام اللي انت بتقوله ديتي وكأنه هذيان، وافتكر ان من كتر التعب اللي هو فيه بدأ يخترف. الشاب الغير مسيحي قال له اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم 3 انه دايما اللي بيمشوا معاك دولي 5 اشخاص كل واحد فيهم انجح من التاني. ما بقى بنوب الا انه سند الشاب وخده لحد ما دخل به للقرية، وهناك كانت اعجب الاعاجيب. اتفاجئ الشباب الغير مسيحيين بانه ابنوب جاي والشايل معاهم الزميل اللي كانوا هم رنوه علقي وسابوه بين حي وميت، وكانوا مستنين متربصين يشوفوا ايه اللي هيحصل. ابنوب ديتي هيعدي ويجي من ناحيتهم وهو ما معهوش اللي ماشيين معاه دايما، ولا ايه اللي هيحصل، وكمان كانوا خايفين من اللي عملوه في صديقهم. سبحان الله، امر غاية في الغرابة لما قعدوا الاصدقاء ال5 مع بعض وحكوا لابنوب الحكاية واتأكد ان فعلا كلامهم حقيقة. انا عن نفسي لحد دلوقتي مش فاهمي مين اللي كان مع ابنوب، مين ال5 دول بالظبط. اما انت لو عارف مين ال5 الاقوياء اللي كانوا ماشيين مع ابنوب طول الطريق وهو مش شايفهم، يا ريت تكتب لي في التعليقات. واما الشباب ال5 اتأكدوا 200% ان اللي مع ابنوب هو ربنا وملائكته وقديسيه، اصبحوا ناس ولا كأنهم هم اللي كانوا الاول، اصبحوا محبين للغاية واصبحوا هم اللي بيساعدوا ابنوب في القرية. عجيبة يا رب قدرتك في تغيير القلوب، عجيب يا رب انت في كل زمان ومكان، عجيب يا رب اسمك. انت الوحيد يا رب اللي تقدر تغير الناس من شاول الى بولس. ربنا يبارك حياتكم جميعا، يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو، واوعوا تنسوا تكتبوا لي طلبات الصلاة اخدها معايا بكرة الكنيسة. ما تنسوش احبائي دايما على اي فيديو تسمعوه اللايك والشير، خدوا بركة كل الناس اللي ممكن كلمة ربنا توصلها بسببكم.
واللي لسه بيسمعني لأول مرة على قناة البابا كرولوس وتماف إيريني يشترك ويفعل الجرس على الكل يصلك المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. ومن جوا قلبي، من جوا أعمق قلبي يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم يا رب محبتنا أمين، يبعد عنا وعنكم الشرير والأشرار يا رب أمين، ودايما يا رب بيوتكم عمرانة بحسكم وحس عيالكم أمين يا رب.